السلام عليكم بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير يا ربي وبصحة وبعافية. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. مثل ما تشوفون بنات، هاي القطعة أنا مفصلتها، لكن حبيت أشاركها وياكم بما أنه الفصال بقصات. القطعة لينن اللي تكون بنقشة، والقطعة 2.5 متر. أنا شايلة النص متر الردانات وطابقة باقي القطعة، يعني المترتين طابقتين 4 طبقات مثل ما تشوفون بنات. هنا عندي الفصال مالته. عندي هنا محيط الرقبة، شوفوا بنات، محيط الرقبة 4 أصابع، وعندي خياط بالنص. بدل ما أقصها من النص راح أسوي بيه خياط. هنا عندي الكتف 5 أصابع مفتوحة، وهاي حفرة الردن. تنزلين شبر، يعني القياس خاص بنات، تنزلين شبر وتسوين القصة هاي القوس، وبعدين فتر تحت الأبط. هنا أسوي أنا تخصيرة 3 أصابع. أول شي الفتر أقصه، يعني أكمل الحفرة، وبعدين بالخياط أسوي التخصيرة، لأن أريد أخلي عرض من جوا، خاف تريد بي عرض صاحبة الدشداشة. هنا بنات عندي القصة تكون من الخلف والأمام نفس الشي، يعني مطبوق القماش وتقصيه للذيال نهائيا، يعني توصلين بيه على طول الدشداشة. هذا القوس بنات. تريدين القصة تصعد على الصدر زيدي، شوفوا بنات، أقل الشبر وقصي، هاي التقويسة. تريديها إذا صاحبة الدشداشة صاحبة الصدر وسمينة كلش، لا نزلي القصة. هاي اختياري أنا حسب الطلب، طبعا اللي فصال القدامي حسب الطلب وحسب القياس المطلوب عندي. عرفتوا بنات؟ بهالشكل هذا. هاي القصة اللي تكون من الخلف ومن الأمام، القماش مطبوق 4 طبقات وتقصين. هنا من النص هي اكو قصة، اساسا قصة، بس انا اختصرت على المود يكون الخياط عندي اسرع حسب طلب الزبونة، الثوب رايته من وقت، يعني على السريع، فراح اسوي خياط. زين بنات، هنا راح اقيس شبر ويكون عندي حزام من الخلف. الحزام راح يكون دفن من الخلف مثل ما تعرفون. هنا عندي قصة الدلعة من الامام 7، لان عندي رباط ودقم كبس تحت الرباط. هنا شوفوا بنات، أنا راح أخلي أصبعين الخياط هذا على طول الدشداشة، راح ياخذ لي حيز أيضا من الكتف. زين بنات، والخياط اللي يكون هاي القصة اللي شلتها أني هماتين بنات تاخذ حيز من الخياط، فيطلع لي القياس المناسب. أخلي زيادات بالتخصيرة من الجوانب على المود لتكون عندي الدشداشة ضيقة على الزبونة. دائما حتى القياس اللارج الاكس لارج، يعني كل القياسات عامة أنا أخلي عرض. هنا عندي بنات 3 أصابع أو 4. هاي بالنسبة للرباط وبالنسبة للحزام اللي يكون من الخلف. هنا عندي بنات مثل ما تشوفون الردن، الفصال مالته عندي شبرين وفتر طول الردن. تنزلين 5 أصابع مفتوحة وتسوين هاي التقويسة اللي هي تكون أصبعين. زين بنات، هاي كل سهلة الفصال مالتها. هنا عندي شبر و5 أصابع عرض الزند مالت الزبونة. إن شاء الله القياسات تكون مضبوطة عندكم. للي نفس القياس، هاي قياس خاص، تقريبا القياس مالتها 80 هيك، يعني قياساتها. هنا أول ما بديت خيطت عندي الرباط والحزام، ذني أول شي أبدي بيهن لأن أحضرهن على المود. أخيط الخلف، القصة مالت الخلف، وأثبت الحزام بيها، وأبلش أطبق الخلف ويا الأمام بعد ما أخيط القطع الجانبية وأخلي الرباط. هنا هاي الدشداشة بنات ما احتاجيت أخلي لها لاصق. دائما الدشاديش اللي تكون الرباط أني نهائيا ما أخلي لها لاصق. هنا عندي شوفوا بنات، هاي الخياطة اللي من الأمام على طول الدشداشة.
أقمشة اللينن كلش مريحة بالخياط، كلش مريحة بالخياط بنات بشكل، يعني بالنسبة أنا من يجيني قماش لينن حتى ما أتأخر بيه، يعني أخيطه هماتين، أقدم الأقمشة اللي مريحة بالخياط أقدمها أفصلها من وقت وأخيطها. هنا عندي شوف هاي التقويسة شبر وحددت الحزام. هاي عندي هذا الخلف، شوفوا بنات راح يكون عندي من تكمل الدشداشة راح تكون 4 قطع من الأمام و4 قطع من الخلف. أني بفصال سابق كنت قاصتهن قص، بس بهذا الفصال اختصرت، هو نفس الخياط اختصرت بيه. أني نزلته على الشات، وأيضا يمكن أعتقد متابعة قالت لي نزلينا هذا الفصال. هنا هاي الجوانب القطع بنات مثل ما تشوفون بديت أخيطها. مرات تطلع عندك زيادات، حاولي ما تطلع عندك زيادات، لا تسحبين الطية الأسفل من القماش، أطبقي القماش والزمي الطيتين بإيدك على المود لي يكون عندك طية أطول من الثانية، قليل يطلع لي يمكن أقل السنتيم مرات بالزيادات، ما تطلع هواية. شوفوا بنات أو الجهة الثانية هماتين نفس الطريقة. اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعل رمضان خير وصحة وعافية للجميع وأمن وأمان للأمة الإسلام. هنا عندي بنات بعد ما كملت الجهة الثانية، شوفوا هذا الحزام يكون من النص، كلش حلو هذا الفصال يجنن باللبس بنات. أنا بعد ما كملت هاي الدشداشة عندي قطعة إلية خيطتها نفس الخياط، بس أنا ما أحب الرباط، سويت القصة مالتها 7 وهذا هو، وبطنتها بدون لوازم بدون أي تكاليف، ومن الخلف سويت الحزام بس القصات والحزام. خصوصا بالدشاديش الكشمير كلش حلو هذا الفصال بنات، اعتمدوا للي حابة يعني تريد فصالات وما تعرف شو تخيط الزبائنها، اعتمدوا هذا الفصال كلش سهل، لا تكاليف لا شي، يعني فصاله سهل وبسيط وبدون تكاليف. هنا عندي الأمام هماتين أخذت أصبعين على المود يكون مساوي عندي القياسات من الخلف والأمام نفس الشي. هنا قشرت الدلعة مثل ما تشوفون بنات. طبعا هنا بنات نسيت الكاميرا مفتوحة، اجتني زبونة والتهيت وياها تفهمني على فصالات وتركت، طبعا قدمت الفيديو سرعته لأن هواية تركت الكاميرا مفتوحة، فالفقرة اللي تركت بيها الفيديو مفتوح سرعت الفيديو. هنا كملت الجوانب اللي تكون من الأمام، وهاي الجانبين بنات. وهنا راح أخيط منطقة الكتف، شوفوا بنات من الجانبين على المود أخيط الرباط، وهنا راح أسوي نزلة الكتف أصبع. أنا مرات هاي نزلة الكتف ما أخذها بالمقص، أخذها بالخياط. شوفوا بنات بهالشكل هذا. هنا عندي الخلف بنات ما أسوي قصة كبيرة، مجرد تأشيرة، هاي دائما أنوه عنها بالقمصان بالبشت بالشاديش اللي تكون لها رباط، على المود يكون الرباط ثابت، ما تكون الدلعة ترجع لي ورا. مرات أكثر الدشاديش يعانون منها الزبائن، يقولون دائما الدشاديش ترجع لي ورا. بالنسبة للحفرة اللي ما تسوي الرباط، حفري الخلف وسوي نزلة الكتف
وسوي حفرة الردن من الأمام على المود ليبوط عندك الخياط. أما بالرباط لا، الحفرة الخلف محيط الرقبة ما تنحفر هواي، يعني ما تنقص، مجرد إصبع واحد. هنا راح أخيطها من يعني من برا. شوفوا بنات بهالشكل على المود الخياط لا يبين عندي، يعني باللبس. شوفوا بنات بهالشكل، هذا تفترين على محيط الرقبة كلها تخيطيها. هنا كمل عندي الفصال بنات. شوفوا كلش بسيط وسهل. وعندي دقم كبس راح تكون جوا الرباط. هنا مثل ما تشوفون بنات كمل عندي الفصال ولبست الملكانة على المود تشوفونه كامل. طبعا الملكانة كلش ضعيفة بنات وتضيع لي شوفة الفصال. طبعا الزبائن من يلبسون الدشاديش كلش يطلع القياس مضبوط عليهم وحلو ومرتب، مو مثل الملكانة بنات تكون بيها يعني تفاصيل عيوب هواية. أنا هواية بناتي كتبلي الفصال ما مرتب، الفصال مو جاي مثل ما هيك توقعنا. بنات هاي الملكانة لأن ضعيفة، مو مثل البشر من يلبس الثوب يكون ضاب ولابس على جسمه والقياس مضبوط. زين بنات، وصلت المعلومة إن شاء الله. وأقول لكم مع ألف سلامة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، اللي ما مشترك يشترك بالقناة، ومع ألف سلامة، باي باي.